الرعب والغرائب، اعمل فولو ولايك بسرعة عشان اللي جاي تقيل قوي. في يوم من الأيام، وتحديداً في عز حر الصحراء، كان في بعثة آثار مصرية شغالة في منطقة نائية محدش عمره دخلها قبل كده. اللي بيقود الفريق ده كان دكتور مشهور اسمه ياسين الرملي، راجل معروف بعناده ومش بيؤمن بحاجة اسمها لعنة الفراعنة. وأثناء الحفر لقوا مقبرة غريبة مش مكتوبة في أي سجل ولا حتى مذكورة في أي خريطة. كانت مدفون فيها كاهن اسمه حورئمحوتب، ودي كانت أول مرة حد يسمع عن اسمه. التابوت كان ضخم ومليان نقوش فرعونية بتقول اللي يفتح بابي يفتح على نفسه غضب الأبدية. بس ياسين ولا فرق معاه، قال لك عالم وخرافات ايه بس، وفتح التابوت. استنى، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعملي فولو لايك عشان تكمل الرعب معايا. لان اول ما التابوت اتفتح الدنيا اتقلبت. في ناس بتسمع همسات في الهواء، حاجات بتتحرك لوحدها في الخيام، والناس بدأت تختفي واحد ورا التاني. ليلى بنت الدكتور ياسين كانت متخصصة في اللغات القديمة، بدأت تقرأ الرموز اللي على الجدران، وفجأة فهمت. حورئمحوتب ما كانش كاهن عادي، ده كان حارس بوابة بين عالم الأحياء وعالم الأرواح. والمقبرة دي ما كنتش مقبرة، دي كانت سجن روح شيطانية قديمة. والأسوأ اللعنة اشتغلت، والحل الوحيد طقس سحري لازم يتعمل في الليلة اللي بعدها، وإلا البوابة هتتفتح والرعب هيخرج للعالم. بس المصيبة إن الدكتور ياسين نفسه اتغير، بقى بيتكلم بلغة فرعونية منقرضة، وبيقول إنه هو المختار الجديد لحماية السر الأبدي. ليلى بقت في سباق مع الزمن، يا تلحق وتوقف اللعنة، يا إما العالم كله يروح في داهية. لو القصة عجبتك وعايز تعرف إيه اللي حصل بعد كده، متنساش تعملي فولو ولايك عشان الرعب ده لسه مخلصش.